اكو سالفة ببالي حبيت اطرحها. ما اعرف، يمكن تقولون عليه هذا مخبل او هذا ايش دا يحكي. اكو بيكم بالتعليقات راح يكتبه هو هذا غير بطران. بس اعرف اكو بيكم ناس تفكر مثل تفكيري، واعرف بيكم انتو كشعب، حتى الشخص الغير متعلم بيكم عنده ارادة واصرار وراح يتقبل الفكرة. الفكرة اذا طبقناها راح تنقذ بلد كامل. عبارة عن مشروع راح نسميه مشروع 1000 دينار. ننزل هذا الهاشتاج مشروع 1000 دينار. المهم نطب الفكرة. احنا ايش كم عراقي؟ احنا تقريبا نقول 30 مليون عراقي. نضرب كمثال 30 مليون عراقي احنا. لو من كل واحد اخذنا 1000 دينار ايش قد راح يصير المبلغ؟ احسبوا وياي ايش قد راح يصير المبلغ. تعالوا خلينا نضربها وحدة وحدة. اذا 1000 شخص دفع 1000 دينار، من كل واحد 1000 دينار، هم 1000 شخص، ايش قد راح يطلع الناتج؟ راح يطلع الناتج 1 مليون دينار عراقي. زين، اذا 10,000 شخص دفعوا 1000 دينار ايش قد راح يطلع الناتج؟ خلونا نضربها. 10,000 في 1000 ايش قد يطلع الناتج؟ راح يطلع الناتج 10 مليون دينار عراقي. زين، اذا 100,000 شخص دفعوا 1000 دينار ايش قد راح يطلع الناتج؟ نضرب 100,000 في 1000 ايش قد راح يطلع الناتج؟ راح يطلع 100 مليون دينار عراقي. زين، اذا مليون شخص من كل واحد اخذنا منهم 1000 دينار ايش قد راح يطلع الناتج؟ نضرب مليون في 1000 ايش قد راح يطلع الناتج؟ تعرفون ايش قد؟ مليار دينار عراقي. تعرفون بهذا المليار ايش نقدر نسوي؟ بس فكروا وياها، يعني ايش نقدر نسوي بهذا المليار؟ طبعا هاي كحد قليل دا احكي انا. يجوز مو مليون شخص دفع 1000 دينار، يجوز 2 مليون شخص كل واحد عطى 1000 دينار، يجوز اكو بيهم واحد ما دفع 1000، يجوز اكو واحد عطى 5000. فانا دا احسب لك على اقل شيء، على اقل احصائيه احنا دا راح نحصلها يعني. المهم، مليار دينار عراقي ايش راح نسوي بيه؟ راح نقدر نبني، نبلط شوارع، نزرع حدائق، ننطي للفقراء، نبني عماره ونقعد بيها فقراء، نبني مستشفى، نبني حتى دوائر ونشغل بيها ناس نوظفهم. بس فكروا بيها يعني. احنا بيدنا كنز، يعني بيدنا ثروة تنقذ حال البلد كله. المهم، هالمشروع راح يكون بكل محافظة، وبكل محافظة راح يكون اكو فد مكتب او محل يلم الفلوس. كل محافظة اهل المحافظة يدفعون بها 1000 دينار كل شهر، ونخلي الناس تقى يلمون الفلوس كل شهر ويجمعوهن. وراح نخلي جدول مثلا نكتب بيه احتياجاتنا. احنا مو كل شهر راح نلمهن، يعني اذا مليون شخص دفعوا كل شهر فراح يطلع عندنا مليار. هذا المليار ايش راح نسوي بيه؟ راح نقول نسوي جدول كل شهر، مثلا فلان شهر ورا ما نجمع الفلوس راح نبلط فلان شارع، فلان شهر راح نصبغ المدارس اللي ما مصبوغه، فلان شهر اكو مثلا مدرسه ما بيها رحلات نشتري لها رحلات، او مثلا فلان شهر راح نخلي حديقه او نافوره بفلان منطقه، وهكذا. يكون عندنا جدول كل شهر احنا ندفع فلوس، وبهالفلوس نسوي شغله لهالبلد. لان احنا بصراحه ما نعتمد على الحكومه، فالحكومه يعني ملتهيه بنفسها نقدر نقول، ما راح تفيدنا، فخلنا نعتمد على نفسنا احسن يعني خلونا نعمر بلدنا، نصير قلب على قلب. انه هالشي مو عيب، مو تقول هو انا ايش علي والحكومه هي خل تسوي وانا شنو، بالعكس هذا بلدك. حلو من تسوي شغله بحيث كل الدول تحسدك عليها. من نسوي شغله احنا بيدنا كل شيء. احنا اذا نسوي شغله راح تسجل بالتاريخ. فخلونا، هو شنو هو التاريخ؟ ترى التاريخ عباره عن كتاب احنا البشر نضيف بيه اشياء، نضيف بيه انجازاتنا. فخلينا نسوي انجاز بحيث يذكروه كل الدول. وصدقني ال1000 دينار ايش راح ياثر من عندك لو كل شهر تدفعه، وراح تدفعه على مود بلدك، يعني راح تدفعه على مود تشوف مثلا الشارع اللي انت بيه حلو تبلط، تشوف حدائق، تشوف مثلا اشترينا حاويات للمنطقه كلها حتى بعد ما نذب بالنفايات بالقاع. صدقوني مشروع يعني عبقري، ما حد داير له بال. احنا يعني نسوي انجاز تاريخي. تعرفون شنو؟ يعني انت تشوفني مهما كان عمرك، صح؟ حتى الصغار لا تقلل من روحك، انت باكر عقبه راح تكبر. انتوا اصلا الصغار مثل ما نقول جيل الالفينات كلها، باكر عقبه انتوا اللي راح تلزمون البلد. هذول الكبار ما حد باقي، يعني انت راح تصير كبير ويجي ابنك. فاحنا مستقبل الوطن. احنا خلينا نسوي شيء ما حد مسويه، خلي الناس تفتخر بينا. خلينا نسوي هاي الحمله تحتاج دعم قوي. ما اعرف يمكن الاعلام يدعمونا على هالشيء او لا، فبعد ما اعرف. فاللي اطلبه منك اذا انت عراقي تحب تشوف بلدك بشكل احلى، سوي مشاركة للفيديو، خليه يوصل لكل العالم.
الفكرة تحتاج دعم قوي. اذا عندك بيج انشرها بالبيج، اذا عندك صفحة على الانستغرام بها متابعين انشرها بالانستغرام، حتى اذا ما عندك صفحة قوية على الانستغرام انشرها بصفحتك الشخصية، سووا مشاركة للفيديو، خلونا نسوي فد يعني نخلي بصمة بحياتنا، يعني نسوي فد انجاز، يعني قاعد تفهموني لو لا؟ خلونا قدام باقي الدول نفتخر بشي سويناه، خلونا نصير قدوة، احنا محتاجين البعض صدقوني، وبلدنا يعني حيل تعب. فكل اللي عليك اتمنى تسوي مشاركة للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.